السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل إيه؟ هنعمل أكلة كده بقى ملوكي، من الأكلات اللي هي إيه الحلوة الجميلة بتاعت الزمن الجميل، بتاعت أمي بقى وبتاعت أمهاتكم الله يرحمها طبعا أمي. بصوا بقى هنعمل إيه. ده معانا هنا الخلطة الجامدة دي الجميلة قوي دي. ده هنا معانا إيه؟ ده معانا هنا بصل متقطع ناعم جدا. بصوا اهو. حاطه بقى عليه ايه التوابل بتاعتي اللي انا حطاها على البصل الحلو ده. حاطه عليه اللهم صل على النبي معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه صغيره نعناع، بس ما نكترش من النعناع عشان خاطر النعناع يا جماعه في الاكل كتير بيمرر الاكله بتاعتنا. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط معلقه صغيره ونفركها كده بين ايدينا، نعناع ناشف او نعناع ايه مجفف، اللي هو متجفف يعني اللي احنا منشفينه في البيت. بصوا بقى، هنا زي ما قلت لكم بصله كبيره او بصلتين كبار. كل ما بتكتري في الوصفه دي البصل كل ما بتبقى طعمه. بصلتين كبار عليهم ملح وفلفل، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه صغيره كمون، كمون اسفه معلش، مش كمون، فلفل اسمر، وملح ونعناع. معلقه صغيره نعناع، معلقه كبيره فلفل، ومعلقه كبيره ملح. معلش يا جماعه انا ساعات ببقى ايه واقفه كده مركزه في كذا حاجه، فعشان كده تلاقوني ايه ممكن اتلخبط في حاجه يعني، بس برجع في ساعتها بصلحها لكم تاني. معلش سريعا كده. بصلتين كبار، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه صغيره نعناع. ما نكترش في النعناع عشان النعناع بيمرر معانا. بقى دي ايه خضره اهي مشكله تمام، متقطعه برده ناعم كده وصغير. معانا قرنين فلفل حراقين اهم متقطعين صغير. كل الحاجه دي متقطعه صغير جدا. معانا بقى طماطم كتيره كده حلوه، يعني الكميه بقى اللي انا عاملاها دي مقدار كيلو ونص. الخضره بقى اللي انا حطاها دي طماطم كيلو متقطعه، كيلو طماطم متقطع على كيلو ونص. ايه بقى اللي انا هعمله النهارده اللي هو الوصفه بتاعتنا ده؟ الممبار. ايه رايكم بقى؟ بصوا الممبار مغسول ومتنضف وزي الفل ومنقوع ومتصفي، مفيهوش اي حاجه. بصوا ده الممبار اللي هو امعاء الذبيحه. ده جايباه ممبار عجالي، في ممبار ضاني وفي ممبار عجالي. ده الممبار العجالي بتاعي اللي هو بيبقى كبير وبيبقى واسع، بس طبعا انا مش بجيبه اللي هو بيبقى واسع قوي فبتيجي تاكلي الواحده كده تلاقيها مليانه كده رز وتخينه كده في ايدك. لا انا بجيبه بيبقى واسع بس وسط، مبيبقاش. هوريهولكوا دلوقتي لما هشي معاكم. بيبقى حلو جدا، بيبقى حجمه حلو، بيبقى وسع وكمان جميل. فانا بقى بعمل ايه؟ الخلطه الجميله دي اعملوها وهتدعوا لي، هتاكلوا احلى ممبار في حياتكم. الله يرحمها امي، الله يرحمها يعني، ويحسن ما بين ايديها. كانت يعني كانت ايديها زي الفل، ايديها كانت تتلفف حرير بصراحه في الاكل. فهي بصراحه كانت اكلها جميل. فالممبار بنعمله كده، ما بنعملوش مسبك. فهي الله يرحمها معلمانا ان احنا نعمله بالطريقه دي. هتاكلوا احلى ممبار ومفيش توابل كتير، هو ملح وفلفل وشويه النعناع. النعناع هينكهه معاكي، هيخليه تحفه، هيخليه في حته تانية خالص. هتاكلي كده حته الممبرايه هتبصي هتلف كده حوالين نفسك من طعمها. الخضره برضو بتاعتي ايه، انا ما قلتلكوش الخضره ايه. انا حطيت الخضره هنا شبت وبقدونس. انت عايزه تحطي كزبره حطي، مش عايزه ما تحطيش. انا ما بحطش كزبره في اي حاجه غير حاجات معينه لان انا ما بحبهاش صراحه. ماشي. ومعايا ده هنا كيلو رز. بصوا الرز طبعا مغسول اهو كويس متصفي اهو. هقلب بقى الخلطه الجامده بتاعتي دي. بصوا خلطه في منتهى الجمال، هتعمليه هتدعيلي والله العظيم. لو عملتوه بالطريقه بتاعتي دي هتدعولي. دي مش طريقتي انا، دي طريقه امي الله يرحمها، وانا ماشيه على نفس طريقتها وعلى نفس خطواتها وعلى نفس مقاديرها وكل حاجه. ان هي الله يرحمها كانت عليها نفس في الاكل كان حلو جدا. بصوا انا قلبت الخلطه بتاعتي كويس اهو. طبعا انا لابسه جلافز في ايدي عشان عندي حساسيه في ايدي وتعبان يعني، فما بقدرش احط ايدي في الملح او في الحاجات اللي هي الايه الحراقه اهي. اخر بقى حاجه احطها عشان يبقى خلاص معايا كده الخلطه بتاعتي الجامده دي جاهزه على الحشو. هحط بقى ايه، هحط حبه زيت كده كبار، معلقتين كده كبار زيت اهو. ليه حطيت زيت بقى على الخلطه الحلوه دي؟ عشان الزيت هيزحلق الخلطه وانا بحشي. يعني ايه هيزحلقها؟ هيخليكي وانت بتحشي الخلطه بتاعتك يعني بصي تنزل في المنبوريه على طول، ما تبقاش واقفه كده ومضايقاكي وانت بتحشي وتحاولي ان انت تنزليها بالعافيه تروح المنبوريه معاكي مقطوعه. اهو بصوا هتخلي الممبار بتاعك تحفه.
ايه رايكم بقى؟ بصوا الخلطه شكلها اصلا عامل ازاي. بصوا تتكلم عن نفسها. بصوا جمال ولا اروع من كده، ولا اطعم ولا اشهى ولا احلى من كده. بصوا احنا يا جماعه معروفين، يعني معروفين كده ان احنا الحمد لله يعني اكلنا حلو، ومعروفين بالممبار بحاجات المذبح دي كمان جدا. بصوا بقى معايا هنا ايه، معايا الممبار بتاعي اهو، حبل طويل. بصوا اهو. انت بقى عايزه تحشيه حبل طويل زي ما انا ما هعمل احشيه، عايزه تحشيه حتت صغيره هتقطعيه، وهوريكم هتقطعوه ازاي دلوقتي. بصوا بقى هنقطعه ازاي. انا معايا سكينه اهي، هنقطع كده حتت صغيره على قد ما احنا عايزين طولها. ده بصوا الطول ده كده حلو اهي اهي. بصوا ده الطول بتاعها المظبوط اللي انا ايه عايزاه. هركن كده بقى الممباريه دي على جنب. هعمل ايه، هفتح كده الممباريه بايدي الاتنين او بصباعين الاتنين. بصوا فاتحاها اهو بصباعين الاتنين. الصباع التالت ده اهو بدخل بيه الرز. بصوا شايفين اهو، بكل سهوله الحشوه بتاعتي بتدخل جوه الايه، جوه الممباريه اهي. بصوا تحفه. وانا بحشي ابطط كده معايا اهي. بصوا هكمل حشوها برده وهوريها لكم. بصوا بقى يا حبايبي اهي. بصوا عملتها ازاي، نحشيه يبقى مبطط كده معانا. بصوا مبطط ازاي، ما نخليهوش مكبوس رز، عشان خاطر لما يستوي الرز دوت جواه هينفش وهيكتر. فلو نفش وكتر وكتر وانت مكتره اصلا الرز في الحشوه، بصوا هتلاقوه فرقع معاكم، وهيبقى الرز من جوه ني مش مستوي. انما لما تعملوه طري كده اهو، بصوا مبطط ازاي اهو. بصوا متبطط كده خالص اهي. وتسيبوا حته من فوق فاضيه وحته من تحت فاضيه، وتروحوا حاطينه كده في اي حاجه. تمام. وتسيبوه بقى كده يعني لحد ما تخلصوا الكميه اللي انتوا هتعملوها. وهغلي بقى معاكم ميه على النار، عشان خاطر لما نخلص الحشو دوت هقعد بقى. طبعا انا احشي كل الليله دي، بس حبيت اعمل معاكم واحده كده اوريها لكم. هقول لكم بقى هنحط في ميه الحشو ايه. بصوا بقى يا حبايبي، هنا معايا ايه، معايا ميه بتغلي اهي. حاطه فيها لورا وحاطه فيها حبهان وحاطه فيها كوريواسيني. المنكهات دي هتخلي الممبار بتاعك طعمه حلو وريحته جميله، وتخلي الشوربه بتاعته حلوه جدا. بصوا بقى، في ناس ما بتحبش الشوربه بتاعته دي وبترميها، وفي ناس بتشربها. انا طبعا من الناس اللي احنا ايه يعني متعودين ان احنا نشربها. بتبقى حلوه جدا، وبتبقى كلها كده طعم حلو كده، والدسامه كلها بتاعت الممبار بتبقى نازله فيها، بتبقى حلوه قوي. وبتبقى كمان احنا غاسلين الممبار بطريقه حلوه كده ومنضفينه، فبتبقى مش ايه، مش ريحتها وحشه ولا حاجه. في ناس بتقول لك لا دي بتبقى ليها ريحه بتبقى مش حلوه. لا يا جماعه، هي ما بتبقاش كده، هي بتبقى ليها ريحه حلوه جدا. لو انت غاسله الحاجه بتاعتك ومنضفاها كويس جدا هتلاقيها معاكي ما فيهاش اي زفاره، ولا فراخ ولا ممبار ولا اي حاجه فيها زفاره. غسلها حلو وعاملاها بطريقه صح، عمرك ما هتلاقي فيها ايه ريحه زفاره. بصوا، بس الممبار اصلا طعمه وشكله تحفه، والريحه قلبة الدنيا، وانا بسقطه كده ريحته قلبة الدنيا. هسلقه بقى كده وهسيبه بقى يستلق، وهقول لكم بقى هعمل فيه ايه بعد كده. اهو هحط كل المقدار بتاعي اهو، بس لازم تكون الحله كده كبيره وواسعه عشان ياخد راحته في التسويه اهي. زي ما انتم شايفين نسقط واحده واحده كده اهي. نخلي بالنا واحنا بنعمله كده ايه، نحطه كده بالراحه، ما نحطوش كده مره واحده عشان خاطر ما يفرقعش مننا. ونحطه كده على ايه، على كل اطراف الحله زي ما انتم شايفيني كده، بحطه في كل مكان في الحله اهو. بصوا هسيبه بقى يغلي غلوتين، وبعد ما يغلي غلوتين بصوا الشوربه بتاعته اصلا شكلها عامل ازاي، ولسه اصلا ما مغليش ولا نزل البهاريز بتاعته ولا اي حاجه. هسيبه بقى يغلي غلوتين، وبعد كده هحط له الملح، ولما يستوي خالص ويطلع هوريه لكم. بصوا بقى يا جماعه الجمال والحلاوه بتاعت الممبار بتاعي. بصوا لونه، بصوا انا سلقته وحمرته وهو في الزيت، بس ما رضيتش اجيب بقى حته التحمير دي عشان ما اطولش الفيديو عليكم. بصوا تحفه، بصوا لونه عامل ازاي. تعرفي بقى ازاي انه استوى معاكي، بتطلعي واحده على حرف على حرف المعلقه كده، يعني بتاخديها من على حرف المعلقه كده، بتدوسي عليها بالمعلقه، تطلعي الرز اللي جواها. لو لقيتي الرز اللي جواها استوى اعرفي ان الممبار بتاعك كده استوى. بصوا، بصوا معايا مخلل اهو. بصوا بقى الطبق ده، يا خرابي على الجمال. بصوا قلب الضعيف لا يتحمل، بجد تحفه. بصوا الطبق الشوربه ده بجد في حته تانية خالص، لو كلتوه او شربتوه يا خرابي يا لهوي، بتبقى تحفه تحفه تحفه. بيبقى في الاخر كده في شويه رز كده في قلب الحله، دول بقى بيبقوا طعمهم في حته تانية خالص. بصوا
انتوا اصلا بصوا جمال الشوربه، بصوا دسمه وحلوه ازاي، ولا فيها ريحه زفوره بقى ولا اي حاجه. بصوا الجمال. قولوا لي بقى ايه رايكم في الممبار بتاعي. بصوا لونه عامل ازاي، استحق كام بقى من 10؟ قولوا لي بقى استحق كام من 10. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه بتاعتي دي وتقولوا لي ايه رايكم فيه لو عجبكم. وان شاء الله ان هو يعني اتمنى ان هو يعجبكم باذن الله، لان هو فعلا هيعجبكم. بصوا بقى قولوا لي ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.